احنا دلوقتي بقى فين؟ احنا في بيت فنانة ما جاش ابدا ولا هيجي زيها، اخف دم في تاريخ السينما المصرية، وعلى قد ما ضحكتنا كلنا الا ان نهايتها كانت نهاية صعبة زي كتير من الفنانين في الزمن دوت اللي ياما متعونا. احنا دلوقتي قدام بيت الجميلة زينات صدقي. صبرني يا رب يا قلة العرسان يا اخواتي. زينات صدقي ما كانتش كوميديانة ناجحة وبس، لا دي كانت في المقام الأول إنسانة عظيمة جدا، لدرجة إن هم كانوا بيقولوا عليها إنها عبارة عن رحمة ماشية على الأرض. يعني في مرة من المرات مات فنان بسيط، مسرحية من مسرحيات الريحاني، والموظف دوت كان بيمثل في المسرحية، جات له أزمة قلبية وتوفى. قرر نجيب الريحاني إن هو يكمل المسرحية عادي خالص. زينات صدقي كانت حزينة جدا، ولما خلصت المسرحية عملت إيه بقى؟ وقفت بقى وجهت كلامها للجمهور وقالت لهم ان في واحد زميلنا وقت المسرحيه جات له ازمه قلبيه ومات، واضطرينا ان احنا نكمل المسرحيه، وده شخص غلبان، بتمنى ان كنتوا تقفوا دقيقه احداد وان احنا نشيعه بكره كلنا من مسرح نجيب الريحاني. وكانت زينات صدقي كانت بتبكي بحرقه لدرجه ان الجمهور افتكروا ان اللي مات دوت كان زوجها. لا مش بس كده، ده كمان الشخص دوت ما كانش فيه مكان يدفن فيه، فزينات اقترحت ان هو يدفن في المقبره بتاعتها، وقالت لاهلها واهلها رفضوا، قالوا يعني احنا على اخر الزمن رجاله وستات ندفن جنب البوابين والعمال؟ بس زينات اصرت ان هي تاخد العامل دوت او الموظف دوت ويدفن عندها في المدفن، ونبهت على التربي المسؤول او الشخص المسؤول عن المدفن، وقالت له ان اي فقير سواء مسلم او يهودي او مسيحي ملهوش مكان يدفن فيه يجي يدفن في المدفن ده. وعلقت يافطه على المدفن وكتبت عليها مقابر الصدقه وعابري السبيل. بس كان حاجه حزينه جدا ان بعد ما تموت زينات صدقي تلف الايام وتدفن زينات صدقي في المدفن دوت، ويجي واحد من قرايبها للاسف الشديد ويلم العظم اللي موجود ويبيع المدفن ويشيل اليافطه بتاعت عابري السبيل والصدقه ويندثر مدفن زينات صدقي. يعني انا مش عارف هل الشخص ده دلوقتي لو هو عايش ازاي، ولو هو متوفي فوضعه ايه. بس هنقول عند الله تجتمع الخصوم.